ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين. الفيديو ده بنتكلم فيه عن اخطاء هتقع فيها في ابورك، وانا وقعت في جزء منها يعتبر في تجربتي ديت. لكن كمان حابب اقول انه في خلال 29 يوم دول قدرت ان انا اكسب في ابورك $2700 الصافي. ده بعد الفيس بتاعت ابورك بيلسعوا في الفيس شويه بصراحه. ولكن سيبك بقى من كل الكلام دوت، اتمنى انك تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش عشان نوصل 100,000 مشترك وتشوف الكورسات بتاعتي في مجال اليو اكس يو اي ديزاين في القناه. اول غلطه بصراحه وقعت فيها جابت معايا نتيجه، ولكن كانت نادرة أول ما بتجيب نتيجات، وهي إن أنا أقدم على مشاريع فيها 50 شخص مقدمين والعميل ما بيردش علينا أو ما بيشوفش البروجكت اللي هو أصلا رفعه غير يوم أو يومين. بصراحة دي كانت أزمة الواحد بيضيع عليها كونكتس كتير جدا على الفاضي. فأنا نصيحة مني إنك لو أنت هتشوف أي مشروع مثلا في 50 شخص وهكذا، لكن المشروع ده أنت هتعرف تكسبه فعلا فعلا، أهم حاجة تنزل للمشروع نفسه وتشوف إمتى كان آخر وقت العميل أصلا كان بيشوف فيه الفريلانسرز اللي قدموا على المشروع، وكمان يعني كان بقاله قد إيه، مثلا بقاله يوم حلو، لكن يومين 3 أيام ولا حاجة زي كده لا بلاش. ولو الوقت مش مكتوب فدي حاجة تقلق شوية، فحاول إنك تتجنب حاجة زي كده عشان ما تضيعش الكونكتس بتاعتك، عشان بصراحة بتيجي بطلوع الروح من ناحية أبورك وكده. تاني برضو غلطة يعني وقعت فيها بس الحمد لله ما وقعتش فيها قوي، واللي هو في بدايتي في ابورك كنت اللي هو ايه، انا هقلل سعري علشان يجي لي اول وظيفه. وبالفعل قللت سعري في 3 4 وظايف وقدمت عليهم. الحمد لله ما ردش عليا حد. ليه بقول الحمد لله؟ لانه اتعلمت الدرس بطريقه نوعا ما مختلفه شويه. قدمت على وظايف تانية لكن ما قللتش سعري، بالعكس يمكن رفعت سعري شويه لانه حسب خبرتي. وقلت اللي هو انا مش ببدأ من الصفر، يعني انا عندي الخبرة وعندي الحاجة الخاصة بالمشروع، وكمان العميل ممكن يدفع اكتر فليه لا، وفي نفس الوقت انا هديك احسن ما عندي. فرفعت سعري وبالفعل الحمد لله اتقبلت في مشاريع كتير جدا بسعر يعني نوعا ما كنتش هوصل له لو انا كنت لسه بفكر بتفكير اللي هو ايه، انا هرخص سعري عشان العميل يوافق علشان اجيب اول مشروع عشان اجيب فيدباك كويس وهكذا. يمكن العميل ده اصلا ما يبقى معاملته معايا مش كويسه، ويمكن اصلا ما اكونش طايق حياتي في مشروع مطلع عيني والسعر رخيص. فبصراحه كانت غلطه كبيره جدا كنت ممكن اقع فيها واكمل فيها، ان انا ارخص سعري علشان هدف زي كده. فبرضو رجاء قبل ما تفكر تقدم على اي وظيفة فكر في سعرك، شوف قيمته بالنسبة لك ولخبرتك، والعميل صدقني هيقبل عادي جدا. اهم حاجة القيمة اللي انت هتديها للعميل ومقابل السعر دوت، هو اكيد هيوافق. مش هيوافق ليه؟ مفيش سبب، ده القيمة وعايز ينجح، فليه يعني ما يصرفش اكتر ويجيب الخبرة اللي عندك، مش اي واحد وخلاص يعني بيعمل اي حاجة وخلاص، يعني صح، يجيب حد متخصص وحد فاهم في الحاجة ديت. تالت غلطة وقعت فيها الفترة، واللي هو أول بقى لما خلاص حملت التطبيق بقى بتاع Upwork، وهو لما أجي أخش على البحث ما مش ببحث في السيرج وهكذا عن الوظائف، لا أنا ببحث في الموست ريسنت، يعني آخر حاجة مضافة، لكن مش ببحث في كله، ببحث بس في الحاجات الحديثة واللي هي مثلا بقى لها ساعة ساعتين حاجة زي كده. طب ما هو في أصلا مشاريع بقى لها مثلا يوم أو بقى لها مثلا 7 8 9 10 ساعات. بالفعل أنا جالي عميل أصلا عمل لي دعوة، ودي حاجة كده برضه هاتكلم عنها كغلطة نوعًا ما، بس يعني كنصيحة يعني. العميل دوّة بعت لي دعوة لمشروعه واللي هو بقى له يوم وشوية تقريبًا، وعنده أكتر من 30 40 شخص مقدمين على الوظيفة، وأنا الوحيد اللي اتعمل لي invitation للمشروع دوّة، لا يعرفه ولا هو يعرفني والله ما أعرفش إزاي، بس يعني اتعمل لي دعوة لحاجة زي كده، والمشروع بقى له يوم والّا حاجة، لو أنا كنت شُفته فعلًا كنت قدمت عليه. فأنت ما تدوّرش بس على المشاريع اللي هي بقى لها 5 10 دقايق بس نازلة، هي فكرة حلوة طبعًا وأنا باعملها بشكل كبير أوي، إنه أول مشروع ينزل على طول أخش أقدم عليه، علشان باقتناعي الشخصي وباقتنع ناس تانية كتير إنه طالما لسه المشروع نازل فالعميل بيكون active أوي على المشروع دوّة، أو بيكون يعني online وشايف المشروع ومستني أول ناس تبعت عشان يتكلم معاها. مش دي القصة، أغلب الوقت في مشاريع بتنزل بتاخد يوم والّا حاجة، وكل الناس اللي قدمت ما بتكونش قدمت قيمة للعميل، فبالتالي بيضطر إنه يستنى أو يعمل invitation. وهنا بقى نيجي للغلطة اللي بعد الموضوع دوّة، وهي الغلطة ديّة بقى خاصة بقى بالinvitation والsearch والحاجات دي كلّها. أغلب الوقت لمّا ييجي العميل هيعمل invitation لحد، هو بيبحث عن ناس خاصة بالUX UI design مثلًا أو career تانية، وهو بيبحث الحاجات اللي بتطلع له بيظهر له مثلًا الصورة واسمك وكمان الوظايف والأرباح بتاعتك
وكمان نسبة إكمالك يعني للمشاريع، بس أنا لسه مش عندي نسبة إكمال المشاريع، ومش حتى عندي rising talent ولا عندي top rated ولا top rated plus ولا عندي حاجة زي كده. بس حاجة مهمة جدًا، العميل حتى بنفسه في الmeeting قال لي إنه صورتي أثّرت معاه، ما أعرفش إزاي، يعني حاجة عاطفية شوية. قال لي إنه من صورتي حَس إنه في ثقة، يعني قادر يثق فيّا وحاجة احترافية، بس من الصورة نفسها. وكنت برضه من فترة اتكلمت عندي في بوست على الفيسبوك إنه صورتك على upwork وعلى LinkedIn والأماكن اللي فيها الشغل لازمًا تكون صورة احترافية، لإنها بجد هتدّي طابع عنك احترافي، مش أي صورة وخلاص، لإنه الشخص لسه ما تفاعلش معاك، ما قعدش معاك، فكل اللي بيشوفه صورتك، فصورتك ديّة لازمًا تكون فعليًا بتدّي الانطباعين دول، هو الاحترافية والثقة، الحاجتين دول مهمين جدًا. وفي نفس الوقت مش بس صورتك، لكن كمان الdescription بتاعك والtitle، وتملى كل معلوماتك، تملى الportfolio بتاعك على upwork، تملى شهاداتك، لإن الشهادات برضه تدّيك يعني نُقط من ناحية الsearch. لو مثلًا شخص بيعمل search فأنت تطلع في الrank أعلى بسبب الشهادات، بسبب كمان إنك كمّلت الprofile بتاعك، وكمان الtitle والdescription والساعة بتاعتك، والtitle بتاع الservice بتاعتك مهم جدًا. الحاجات دي كلّها بتاعة الprofile بتاعتك مهمة جدًا، فبجد لازم تكمّل الprofile بتاعك لآخره، ما تسيبش حاجة مش مكمّلها، لإن هو كلّه هيحسّن من فرصك لمّا العميل ييجي يدوّر على حد عشان يعمل له دعوة. وفي نفس الوقت هيقويك جدًا إن أنت لو العميل مثلًا أنت عملت تقديمة لمشروع والّا حاجة، يخش على الprofile بتاعك كلّه موجود، كلّه زي الفل، قادر يشوف كل حاجة عنك وحابب إنه يشتغل معاك فعليًا، لإن أنت أثبتت من الprofile بتاعك خبرتك ومشاريع اشتغلت عليها أو برضه كل الحاجات ديّة. نقطة تانية برضه غلطت فيها، وهي إن أنا بعض المشاريع دايمًا كنت باحسبها بالساعة، مش باحسبها بfixed price، لحد لمّا عدلتها في بعض المشاريع وجربتها وبقت كويسة معايا. إيه الغلطة ديّة بقى يا سيدي؟ الغلطة ديّة إنه بعض المشاريع أنا بافكر إيه، ده حلوة جدًا أنا هاخدها بالساعة، والاقيني خسران فيها. إزاي خسران فيها؟ يعني أبسط حاجة مثلًا، في مشروع محتاج خبرة، بس محتاج ساعات قليلة. الخبرة ديّة أنت مثلًا درست واجتهدت وتعبت واشتغلت في شركات برّه والّا غيره لمدة 3، 4 سنين مثلًا زي حالاتي، فييجي المشروع دوّة هتخلّصه في 3 ساعات، الساعة بتاعتك عاملة مثلًا $35، فإحنا مثلًا بنتكلم في $105 في المشروع دوّة. لو الشخص دوّة راح لشركة أو راح لشخص أغلى منك أو بسعر fixed يعني فعليًا هيدفع أكتر، وأنت خسرت. هو عادي جدًا يدفع مقابل القيمة، بس أنت حسبتها بسعر الساعة علشان شُفت إنها سهلة، أو علشان شُفت إن هي ممكن العميل هيوافق، وممكن لو أنا قُلت سعر ثابت والّا حاجة مش هيوافق معايا وحاجة زي كده. بالعكس، أبسط مثال ليك من فترة بسيطة جات لي دعوة من عميل، والعميل دوّة لمّا دخلت على الproject اللي هو أصلًا مقدّمه للجميع وكده، لقيت إن هو بيدفع الaverage للساعة $20. فلمّا جيت بصيت المشروع بتاعه مش هياخد معايا بتاع ساعتين، 3 ساعات تقريبًا والّا حاجة زي كده. بصراحة هنا قُلت لنفسي أنا مش عايز آخدها بالساعة، أنا كده خسران مش كسبان، لإنه ده مشروع، العميل هيكسب من بعديّا كتير أوي ورا المشروع دوّة، وده من حقي، شغلي ومجهودي وخبرتي برّه الشغل بتاع الfreelance إن أنا كمان آخد حقي من ناحية الساعة أو من ناحية السعر الثابت. فبعدها على طول لأ، اتكلمت معاه، خدنا نقاش كويس، وبدل ما كانت الساعة بتاعتي عاملة $35 خدت المشروع ب$300 وخلّصته معاه تقريبًا في ساعتين أو 3 ساعات. فالساعة بتاعتي اتحولت من $35 ل$100 وخلّصت 3 ساعات، ف$300 في 3 ساعات. هل ده نصب والّا حاجة؟ لأ، مش نصب ولا أي حاجة خالص، ده حقك. في مشاريع صغيرة هتقدّم قيمة كبيرة جدًا للعميل، والعميل أصلًا هيدفع ماشي، فأنت ممكن هنا تطلب فعليًا حقك، وده اللي أنا برضه قدّمته، وغيري جدًا كتير ناس جدًا بتقدّمها. حتى كان لسه اتعمل لي feedback من آخر عميل بيتكلم معايا برضه كنصيحة إن لازمًا أرفع سعر الساعة بتاعتي، بدل ما هو حاليًا يعني 35 أو 45 يعتبر كده حد قاعد باجرّب السعرين دول، أرفعه أصلًا لأكتر من كده. بس بصراحة أنا قاعد حاليًا باجرّب حاجة زي كده علشان أشوف هتمشي مع العملاء ومع الmarket والّا لأ. لكن فعليًا ما تاخدش كل مشاريعك بسعر الساعة بس، في مشاريع صغيرة مؤثرة وجامدة جدًا، أحيانًا تبقى مع شركات كبيرة زي ما حصل معايا كده، فتلاقي إن $300 $400 أو حاجة زي كده مش حاجة بالنسبة لهم، وأحيانًا تلاقي مع شركات صغيرة فممكن ما يقبلوش فيقللوا معاك السعر يnegotiate أو يعني يتفاوضوا معاك، فأنت ممكن تخليها بالساعة أو تقلل السعر شوية لحد ما توصلوا أنتم الاتنين يعني لترابيزة واحدة، أو أنتم تكونوا مرضيين من الموضوع دوّة. بجد دي نقطة مهمة جدًا حبيت إن أنا أشاركها بكل صراحة علشان الكل يستفاد منها. النقطة دي بقى مهمة جدًا
يعني حاجة كبيرة شوية، واللي هي اوعى تقدم على الوظايف من غير ما تقراها وتفهمها وتاخد بس كوبي وبيست للبروبوزال بتاعتك وتقدمها له. العميل اللي انا كنت لسه مخلص له مشروع ليه هو بيدور على انيميتور، تمام؟ فاحنا خلصنا الديزاين وكل حاجه وعندنا ديفلوبر وكل حاجه، فبيدور على انيميتور. ف يعني هو صريح معايا وكده، فدخلني معاه على جوجل ميت وعمل شيرنج وقال لي بص، واحد بيستخدم شات جي بي تي عشان يقدم على المشروع، والتاني بيختصر قوي في الكلام ومش قادر يقدم لي اي فايده، واكتر من شخص كده تقريبا انا محتاج اقفل البروجكت دوت وافتح واحد تاني على ابورك عشان الناس اكتر تقدم، علشان الناس ما بتقدمش لمشاريع بقى لها يوم او يومين مرفوعه على ابورك. الناس لما بتشوف رقم 30 40 شخص بيتخضوا. فنقطه انك تقدم بنسخ ولزق ولا شات جي بي تي وحاجه مش بيرسوناليزد، حاجه مش يعني مخصصه للعميل دوت، لا انت بتقدم له حاجه بالعموم. انا اسمي كذا، طب ما اسمك موجود في البروفايل. انا يو اكس واي ديزاينر، طب ما انت بتقدم على وظيفه يو اكس واي ديزاين. انا هعمل لك حاجه جامده جدا، طب ما هو ده العميل عايزه. طب فين القيمه؟ القيمه دي مهمه جدا. فين القيمه اللي انت هتعرف تقدمها انت كشخصك؟ المشاكل اللي انت ممكن تساعدهم فيها، خبرتك السابقه في حاجه زي ديت، اعمالك اللي اشتغلت فيها قبل كده. تبحث عن اسم العميل في الريفيوز بتاعته، تبص على المشروع وتفهمه وتسأله بعض الأسئلة اللي تخلي العميل ينجذب إنه يرد عليك من البروبوزال بتاعتك ليه. وفي نفس الوقت ممكن تسأله أسئلة كده اللي هو طب إيه رأيك لو نعمل ميتنج ببلاش، وفي نفس الوقت النهاردة، لأن أنا أقدر أخد الميتنج النهاردة وأقدر أبدأ أشتغل معاك من النهاردة. فأنت اديته قيمة، قلت له على مشاريع اشتغلت قبل كده، شاركت مع بعض المشاريع اللي ليها علاقة بالتحدي اللي عنده أو الشغل بتاعه، سألته أسئلة مهمة وعرفت إنك فاهم، بحثت عن اسمه وبتخليه حاجة خاصة بيه هو كشخص، كأنك بتتكلم مع الشخص دوت بس، مش بتتكلم مع 1000 واحد بتبعت له كوبي وبيست الرسالة، وكمان بتبعت له إن أنت موجود ومتاح لمقابلة، وفي نفس الوقت إنك تبدأ النهاردة تشتغل. ليه ما تعملش حاجة زي كده؟ ما تكسلش. انا بقول الكلام ده بجد لنفسي كتير جدا. احيانا ببقى اللي هو ايه، طب يا عم ده في جزئيه كده ممكن احطها في النوتس عندي وكوبي بيست. لا، مش هعمل حاجه زي كده، انا هعملها كلها حاجه خاصه، وانا عارف الصيغه بتاعتي في كلامي، لكن انا عايز ان هي يعني تمبروف مع الوقت، واقدر احدثها واحسن منها بان انا اتكلم وابعت بروبوزلز يعني بيرسونلايزد اكتر. في ناس بتكتب وبتخليها عندها في النوتس وهكذا، لكن انا بصراحه مش بعمل كده. انا عارف انا محتاج اعمل ايه، وعارف انا هقدم ايه للشخص دوت، فانا محتاج اكتب الحاجه ديت مش اكتر. فبجد اوعى يعني تبعت بس حاجه كوبي وبيست، لان دوت رفض على طول، او مش رفض على طول، ممكن يعني يكلمك لكن بعدها انت مثلا لسه مش فاهم وما خدتش الوقت انك تفهم المشروع بتاعه، فهنا هيرفضك. لان انت حتى بعد ما عملت حاجه زي كده كوبي وبيست، هو اداك فرصه مثلا او ادى ايهاب فرصه، انت لسه مش فاهم المشروع بتاعه. طب هو ليه يأتمنك أو يأتمن إيهاب إنه يديله مشروع زي ده، وهو مشروع المفروض ينجح، هو عايز ينجح في حياته وفي شغله، فليه يديك المشروع وأنت ما قدمتش يعني اللي أنت هتعرف تعمله؟ لأن في أكتر من واحد غيرك وغيري قدموا المشروع، فليه يختارك؟ لازم تكون مميز، ودي هي أهم نقطة فعليا في البروبوزال بتاعتك، مش بس البروفايل بتاعك. فبس كده يا سيدي، اتمنى بجد لو الفيديو عجبك تشترك في القناه عشان تتابع معايا سلسله الاب وورك ديت، وكمان الكورسات اللي انا هعملها قريب عن فريمر ويب فلو، ادوات انشاء الموقع اللي هي مش محتاجه برمجه، وكمان تشوف كورس فيجما اللي على القناه وكورس ادوبي اكس دي، وعندي كورسات كتير جدا في اكتر من 200 فيديو هيفيدوك جدا ان شاء الله. بس كده اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامه.